تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة واللي هنشوف فيها البطلة زهرة اللي بتقابل صحفي بالصدفة وبتحكي له قصة بنت أختها سوريا، لكن بيكون أهل القرية عاوزين يدفنوا الحكاية. تفتكروا إيه حصل مع سوريا؟ هنعرف كل ده، ولكن تعالى بقى أما أحكي لك القصة من أولها. وبنروح بسرعة لقرية كوباي في إيران مع زهرة وهي ماشية الفجر، وبتروح تطرد الكلاب وتجمع عظم بيبان إنه لإنسان، وبتغسل العظم وتدفنه وهي بتعيط. بنشوف شخص بتعطل بيه عربيته في وسط الصحراء، فبيضطر يركب مواصلة لأقرب قرية عشان يصلح العربية، وبيروح على الميكانيكي، لكن بيقوله الميكانيكي انه هيصلحها بكرة لان النهاردة اجازة، لكن الشخص ده بيقوله انه لازم يوصل على الحدود بالليل، وبيعرض عليه فلوس اكتر مقابل انه يصلحها النهاردة. بتكون زهرة واقفة بتسمع كلامهم وبتاخد بالها ان الشخص ده معاه مسجل في شنطته، بتروح تتكلم معاه بالانجليزي وبتقوله انها عاوزة تحكي له اللي بيحصل في القرية، لكن بيجي العمدة ابراهيم وحسن شيخ القرية وبيقولوا للشخص ده انها مجنونة، وبيطردها العمدة، وبيرحب العمدة بالضيف وبيقوله انه عاوز يعزمه هو والشيخ حسن على الفطار، لكن الضيف بيقول لهم انه مستعجل وانه لازم يصلح العربية ويمشي بسرعة لان عنده شغل. بيسألوا العمدة عن شغله، فبيقول له الضيف انه صحفي وانه فرنسي. بيحاول الاتنين يقنعوه يفطر معاهم لكنه بيرفض وبيروح يقعد على قهوة، وبتكون زهرة كل ده واقفة بتسمع، وبتروح ورا الصحفي وبتنادي عليه وبترميه ورقة فيها خريطة مرسومة بالايد وفيها عظمة. بيروح الصحفي على المكان ولكن بيدخل بتكون زهرة جوه وبتتأكد منه ان مفيش حد شافه، وبيكون في بنتين صغيرين بيخافوا لما بيشوفوا الصحفي، لكن زهرة بتطمنهم وبتقول لهم يروحوا يلعبوا. وبيسألها الصحفي لو هم بناتها، فبتقول له انهم بنات بنت اختها ثريا، وبتقول له ان اسمها زهرة. وبيسألها الصحفي لو هي مجنونة زي ما بيقولوا، فبتقول له انها تحكي له اللي حصل ويشوف مين فيهم المجنون، وبتطلب منه يقعد، وبتبدأ زهرة تدخن، فبيستغرب الصحفي لان ده ممنوع في بلدها. تقول له زهرة انها كبرت 100 سنة من امبارح لكنها لسه عارفة الحق من الباطل، وان ربنا عارف الحقيقة، وانها عاوزاه هو كمان يعرف الحقيقة، وبتطلب منه يسمع منها ويوصل صوتها للعالم لان صوت المرأة في بلدها ملوش اي اهمية. بيشغل الصحفي المسجل بتاعه، وبتبدأ زهرة تحكي له ان في رجالة فاسدة ما عندهمش رحمة في القرية، وان الفساد بدأ مع علي زوج ثريا. وبنرجع بالزمن مع علي وهو بيطلب من الشيخ حسن يقنع ثريا انها تتطلق منه عشان يتجوز واحدة تانية، لكن حسن بيقوله ان مراته عنيدة وهترفض، فبيهددوا علي بماضيه وبيقوله انه هيفضحه ويقول للكل انه كان مسجون وانه معاه الدليل. فبيقول له حسن انهم مش مختلفين لكن ثريا مش هتوافق. بيروح الشيخ حسن لثريا فبتقول له ان علي مش في البيت، فبيقول لها انه عاوز يتكلم معاها، وبيدخل حسن وبيقول لها ان علي اشتكى منها وانه قابل بنته وعاوز يتجوزها، لكنه مش هيقدر يعول البيتين، وانه عاوز يطلقها وهيسيب لها البنتين والبيت وهياخد الولاد، ومش هيديها اي فلوس ولا اي حاجة ولا هيصرف عليهم. فبترفض ثريا وبتقول له انها متجوزة علي من 20 سنة، وفي الاخر قلب ولادها عليها، وانها مش موافقة تتطلق لان البيت والحقل مش هيصرف عليها هي وبناتها. فبيقول لها حسن توافق على الطلاق، وبيقدم لها خدمة انه هيجي دايما يزورها هي وبناتها، وانه هيتجوزها وهيصرف عليهم. وبتكون زهرة بتسمعهم وبتدخل فجأة وبتهينه وتطرده، وبيقول لها حسن انها هتندم على تصرفها معاه. بتقول زهرة لثريا تتطلق، لكن ثريا بترفض لانها بتخاف على بناتها لانها مش هتعرف تصرف عليهم، وبتحكي لها عن البنت اللي هيتجوزها علي وان اسمها مهرة وعندها 14 سنة بس، ووالدها غني لكن مسجون، وان علي وعده انه هيساعده بشرط انه يتجوز مهرة. وبتسألها زهرة ازاي عرفت كل ده، فبتقول لها انه بيحكي لاولاده بصوت عالي وانه فخور بنا. بيروح علي البيت وبيزعق لثريا عشان زعقت لحسن في بيته، وبيقول لولاده ان حسن قدم لوالدتهم عرض كويس لكنها رفضت، وبيقول لهم انهم يقدروا يعيشوا جنبه في المدينة لما يتجوز مهرة، وان والدتهم هي اللي واقفة في طريق سعادتهم لانها مش موافقة على الطلاق. بتتعصب ثريا وبتقول له انه عاوز ياخد الولاد ويسيب لها البنات وهي مش هتعرف تصرف عليهم. فبتعصب ابن ثريا عليها، فبتكسر الاطباق وبتاخد بناتها وتروح عند خالتها
خالتها زهرة، وبتقول زهرة لسوريا تروح للعمدة يمكن يساعدها. فبتقول لها سوريا انها خايفة على بناتها يحصل فيهم اللي حصل معاها من صغرها، وده لانه كانت بتشتغل هي وطفلة وكان اصحاب الشغل بيستغلوها. بيخبط الباب فجأة وبيكون هاشم محتاج مساعدة لان مراته تعبانة. بتروح زهرة معاه وبتشوف علي في الطريق مع مهرة في عربيته وهم بيضحكوا، ولما بتوصل زهرة بتكون مرات هاشم اتوفت، فبتقول له انها هتجهز الجثة، وبيقول لها هاشم انه عاوز يودعها، لكن زهرة بتقول له انه عارف التقاليد وانه ممنوع يشوف جثة واحدة حتى لو مراته. ووقت العزاء بتبدأ ستات القرية تاخد حاجات مرات هاشم، لكن سوريا بتمنعهم وبتقول لهم ان هاشم ممكن يحتاجهم. وبينادي هاشم على سوريا وبيشكرها انها ساعدته، وبيقول لها الشيخ حسن انه هاشم وابنه هيحتاجوا حد يساعدهم في البيت، وبيقول لها تقول لسوريا تبقى تيجي تساعدهم بعد ما تخلص بيتها. لكن زهرة بتقول لهم انها هتقنعها تشتغل لكن بمقابل مادي كبير بشرط انه علي ما ياخدش منه، وبتسيبهم وتمشي. وبيروح بيشكر هاشم سوريا انها وقفت جنبه هو ومراته، ولانها منعت ستات القرية ياخدوا حاجات مراته. بيشوفهم علي هما بيتكلموا، وبتبدأ سوريا تروح كل يوم تشتغل في بيت هاشم وتجهز لهم الأكل وتهتم بابن هاشم. بيكون علي بيراقبها وبيبان إنه بيخطط لحاجة معينة. بيدي هاشم قطعة قماش كانت بتاعت مراته لسوريا وبتاخدها تفصلها لخالتها زهرة، وبتسألها زهرة عن معاملة هاشم معاها، فبتقول لها إنه حزين لكن عادل معاها. وبتطلع سوريا فلوس وبتديها لزهرة تحتفظ بيهم لأنها بتكون خايفة على بناتها من الجوع. بيكون ولاد سوريا الاتنين مع والدهم، وبيبان إنه مأثر عليهم ومكرههم في والدتهم جدا. وبيقول علي لحسن إن سوريا وهاشم بينهم علاقة، فبيقول له حسن إن سوريا لا يمكن تعمل كده، لكن علي بيقول له إن هاشم أرمل وإن سوريا بتروح بيته كل يوم. بيقول له حسن إن العقوبة هتكون رجم سوريا بطوب، فبيقول له علي ان سوريا لو ماتت مش هيضطر يدفع نفقه. فبيقول له حسن انهم محتاجين موافقه العمده ابراهيم، وانه مش هيصدق بسهوله لانه عارف اخلاق سوريا كويس وانه لازم يكون في شاهد. فبيقول له علي انهم لازم في الاول ينشروا الاشاعه في القريه. بتبدا الناس في القريه تتكلم عن سوريا وهاشم، ولما بتروح سوريا تجهز العشاء في بيت هاشم بيطلب منها تقعد تاكل معاه لانه ما بيعرفش ياكل لوحده، لكن سوريا بترفض وبتمشي. بيروح حسن وعلي يقابلوا العمده ابراهيم وبيقولوا له ان سوريا بتخون علي، لكن العمده بيقول لهم انه عاوز دليل قوي وبيسيبهم وبيمشي. بتكون زهره شافتهم وواقفه بره، فلما بيخرج العمده بتقول له انها حاسه انهم بيجهزوا مؤامره لسوريا. فبيقول لها ابراهيم انها مش مؤامره، وان علي بيشتكي من سوريا، وان الكل بيساله ليه سوريا بتقضي وقت في بيت هاشم. فبتقول له زهره انها مش هتسمح لهم يأذوا بنت اختها، وبتضربه بالقلم. وبتقول له انها غلطت لما فكرت توافق على الجواز منه، وانه بقى خدام عند حسن، فبيسيبها ويمشي. بتحذر سوريا انهم بيخططوا مؤامره ضدها، فبتقول لها سوريا ان الرجاله دول هم اللي طلبوا منها تشتغل عند هاشم. فبتقول لها زهره انها تبطل تروح هناك، لكن سوريا بتقول لها ان الشغل هو املها الوحيد وانها محتاجه الفلوس. وبتقول لخالتها انها قلقانه زياده شويه وبتتوهم. بيستدعي الشيخ حسن هاشم وبيقول له انه علي شاكك في سوريا بسبب انها بتروح بيته كتير. فبيقول له هاشم ان سوريا بتخلص شغلها وتمشي. وبيجي علي وبيساله لو سوريا قبل كده نامت في بيته، لكن هاشم بيقول له انها بتخلص وتمشي، وبيسيبهم وبيرجع على شغله. بيروح علي وحسن الورشه بتاعه هاشم وبيسالوا محسن ابن هاشم عن سوريا عشان ياخدوه كشاهد، لكن هاشم بيقول لهم انه طفل سيبوه في حاله. فبيهددوه انهم هيحكموا عليه مع سوريا وهيتموا ابنه، فبيخاف هاشم وبيوافق يشهد ضد سوريا. بيروح علي يضرب سوريا في الشارع وبيزعق بصوت عالي انها خانته مع هاشم، وبتروح زهرة تلحقها وبتقول انهم هيقعدوا ويحلوا الموضوع، وبتبعت حد للعمدة، لكن علي بيفضل يزعق وبيطلب يتم معاقبتها قصاد كل الناس. فبتاخد زهرة سوريا وتروح على بيتها. بيوصل ابراهيم وبيقول له علي ان سوريا بتخونه وانه شافها واقفة بتتكلم مع هاشم وابتسمت له. فبتقول له زهرة ان الكلام مع الراجل والابتسام له مش جريمة، وبتقول سوريا انها بتبتسم لكل الناس في القرية وانها متجوزة فهتعمل كده ليه. وبيجي هاشم وبيشهد ضد سوريا، وبتسأل هاشم ليه بيكذب مع انها كانت بتحب مراته وبتعطف على ابنه وساعدته كتير، وان هما اللي طلبوا منها تشتغل عنده. فبيقول ابراهيم لهاشم انه يبقى صريح وما يكذبش لان العقوبة هتكون كبيرة. فبيقطع علي وبيقول له انه بيقول الحقيقة. بيقول ابراهيم لسوريا تثبت براءتها، فبتقول له انه مفروض ان علي هو اللي يثبت ادعائه. بيقول لها ابراهيم ان الزوج
الزوج لما بيتهم زوجته بالخيانة لازم هي اللي تثبت براءتها، أما لو الزوجة اتهمت زوجها لازم تثبت ادعائها عليه. بتسأل زهرة إبراهيم لو المؤامرة دي لها علاقة بجواز علي، فبيقول لها إبراهيم إن دي جريمة خطيرة في حق زوجها وإنها لازم تتعاقب وبيسيبها ويمشي. بيروح ستات القرية على بيت زهرة وبيتجمع كل الرجالة عشان يصدروا حكم، وبيوافق والد سوريا على حكم رجم سوريا، وبتروح بنت صغيرة لزهرة عشان توقع على الحكم، لكن زهرة بترفض وبتحاول تهرب سوريا لكن ما بتعرف، وبيبدأ الرجالة يحفروا في الأرض. بتودع سوريا بناتها وبتدي لبناتها دبلتها وبتقول لها تديها لبنتها لما تكبر، وبتحضنهم وبتقول سوريا لخالتها تخلي بالها من بناتها وتحكي لهم إنها كانت بريئة عشان ما يتكسفوش منها لما يكبروا. فبتقول لها زهرة إنها هتقول للعالم كله إنها كانت بريئة، ويجهز الكل عشان ينفذوا الحكم. وبيدعي إبراهيم لربنا إنه لو كان الحكم ظلم يديله إشارة عشان يوقفه، ولو صح يقويه ينفذه. وبتجهز زهرة سوريا وبيكون كل اللي في القرية بيجهزوا الطوب عشان يرجموا سوريا. بتتجمع القرية كلها وبيقول العمدة إبراهيم إنهم اتناقشوا ووصلوا لحكم منصف شرعا وأجمعوا كلهم على الإعدام بالحجارة. وبيقول حسن إن سوريا أخطأت ولازم تاخد جزاء فعلتها. بياخدوا سوريا على المكان اللي فيه الحفرة، وبيقول إبراهيم لزهرة تشيل عباية سوريا، وبتقول سوريا لخالتها ما تعيطيش عشانها، فبتقول لها زهرة تدعي ربنا من كل قلبها وإن الجنة مستنياها وبتحضنها. بيسأل إبراهيم سوريا لو عاوزة تقول أي حاجة وإن دي فرصتها الأخيرة، فبتسأل سوريا أهل القرية إزاي يعملوا فيها كده، وإنها دخلت بيوتهم وكلت معاهم وإنها جارتهم وأمهم وبنتهم. وبتبص لعلي وتقول له إنها زوجته، لكن محدش بيتعاطف معاها وبيربطوها ويحطوها في الحفرة ويردموا عليها لحد نصها. بياخد والد سوريا الحجارة وبتحاول زهرة تمنعه وبتقول لهم إنها عندها أطفال ويسيبوها تعيش، وبتقول لإبراهيم ياخدها بدلها وبتترجاه يسيبها، لكن إبراهيم بيقول لها ما تتدخلش وبيبعدوها. بيبدأ والد سوريا يرميها بالحجارة لكن ولا واحدة بتصيبها، فبتقول واحدة دي إن دي إشارة من ربنا إنها بريئة. فبيتحرك إبراهيم لكن بيمنعه حسن وبياخد عليه الحجارة وبيرمي سوريا بكل قوته، وبيبدأ حسن يرجمها هو كمان. بيكبر أهل القرية وبيطلب حسن من أولاد سوريا يرجموها، وبيكون واحد من ولادها بيعيط لكن أخوه الكبير بيكون بيرميها بكل قسوة، وبيرجمها كل أهل القرية لحد ما بتموت، وبيسيبوها وبيروحوا يحتفلوا وبيمنعوا إن حد يدفنها. فبتروح زهرة ونساء القرية يشيلوها ويحطوها جنب النهر بالليل. بتقول زهرة لصحفي إن كل ده حصل امبارح وإنها راحت تدفن الباقي من عظام سوريا بعد ما كلتها الكلاب قبل الفجر. وبيدخل هاشم وبيقول للصحفي إن العربية جاهزة، وبيرفض حسن إن الصحفي يمشي قبل ما يعرف اللي قالته له زهرة، وبيقول إن أسرار القرية لازم تفضل بينهم، وبيقول لرجالته تجهز. فبيقول له العمدة إبراهيم إنه مجرد صحفي وما عملش حاجة، وبيجي علي بعربيته وبيقول لهم إن الجواز اتلغى لأن والد البنت اتعدم. فبينفعل هاشم وبيقول للعمدة إنهم أجبروه يشهد زور ضد سوريا وإنهم هددوه وإن كل ده ظلم وفترة على سوريا. بيقول حسن لإبراهيم إنه كان معاهم وإنه المسؤول عن إصدار الحكم وهو اللي عمل المحكمة، وإنهم لازم يمنعوا الصحفي قبل ما يمشي ويفضحهم. بيوقف حسن الصحفي وبيسأله لو زهرة أزعجته وإنها مجنونة، فبيقول له الصحفي إنه مستعجل وبيركب عربيته، ولكن حسن بيمنعه ويمشي. وبيأمر رجالته تاخد شنطته وبياخد كل الشرايط والمسجل وبيكسرهم، وبيهددهم الصحفي إنه هيشتكيهم في أقرب محكمة. وبيمشي وبتقف له زهرة وبتديله الشريط الأصلي لأنهم كانوا متوقعين إن حسن يعمل كده، لكن بتعطل العربية فجأة وبتشتغل في آخر لحظة قبل ما يمسكوه. وبتقف زهرة قصادهم عشان تمنعهم يصوبوه بأسلحتهم، وبتقول لهم إن العالم كله هيعرف الحقيقة. وهنختم أحداث قصتنا على كده. لو أنت متابع جديد ما تنساش تشترك بسرعة في القناة وتفعل زر الجرس عشان تقدر تتابع كل الأفلام والمسلسلات اللي هتنزل لنا على القناة. سلام.